السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال مرة تاني في مثل جديد وليه قصة أكيد مفيدة لكل واحد فينا بإذن الله. مثلنا النهاردة، بس قبل ما أقول المثل عاوز أقول لكم أمثالنا شعبية عربية مصرية، أمثالنا على لسانك أنت وهي أمثالنا مليانة حكايات مليانة ذكريات. بس ما تنساش تعمل لايكات وتشترك في القناة وتفعل جرس بعد ما تسمع الفيديو. واستنوني هقول لكم مثل على لساننا كلنا، بس ايه قصته هتعرفوها مني انا. استنوني لحظات وارجع لكم تاني. لكم تاني ومثلنا بيقول ما شابه اباها فما ظلم. كل واحد فينا بيقول ما شابه اباها فما ظلم. ايه قصة المثل ده؟ كان زمان واحد بخيل دخل عليه ضيف، والضيف ده كان غريب عن البلد دي، وكان اهل القريه حبوا يعملوا فيه مقلب ونكت ودوا له الراجل ده قال له انا غريب، ولو انت اكرمتني في الضيافه انا هكون معاك في احلى وقت. قال له ولده تعال روح اشتري لنا لحم. روح اشتري لنا ايه؟ لحم. بعدين قال له يا ابويا انت لسه بعجلك؟ قال له يا عم ده يدينا فلوس، ده قال لما اجي هدينا فلوس كتير قوي. المهم مشى راح ابنه عند الجزار وقال له يا عم يا جزار. قال له نعم. قال له عندك لحمه؟ قال له ده انا عندي احلى لحمه. انت في الميت ابوك بيشتري مننا، ده انا هديك لحمه احلى من الزبده. قال له احلى من الزبده؟ عندك لحمه احلى من الزبده؟ قال له انا هتوصى بيه، ده انت ابوك اول مره يشتري يا عم. قال له طب خلاص استنى افكر. وقف ابنه على جنبه وقال لحمه وزبده، ما اللحمه زي الزبده يبقى خلاص اروح اشتري اياها، اروح اشتري الزبده واسيب اللحمه. راح عند بتاع الزبده وقال له ازيك يا عم يا بتاع الزبده؟ ازيك يا عم وازي ابوك؟ قال له الحمد لله، اول مره تيجي تشتري من عندي زبده، اصل عندنا ضيف. قال له يا ما احنا عارفين انه عندكم ضيف. قال له طب انا هديك زبده، انا هديك زبده زي العسل. قال له زبده زي العسل؟ ايوه عشان خاطر ابوك اول مره يشتري من عندنا. وقف شويه وقال طب الزبده والعسل يبقى انا اروح اشتري ايه؟ اشتري العسل. راح عند بتاع العسل قال لي بتاع العسل ازيك يا عم بتاع العسل؟ بتاع العسل رحب بيه وبقي مبسوط منه انه اول مره اشتري منه عسل. قال له انت جاي تاخد العسل ليه؟ قال له انا جاي اخد العسل لايه؟ للضيف اللي عندنا. قال له اسمعنا الضيف اللي عندنا. قال له طيب انا هديك عسل عامل زي الميه الصافيه. فكر وقال عسل وميه صافيه، طب ما احنا عندنا الميه الصافيه. خد الفلوس ورجع لابوه وقال لابوه استنوني هنشوف هيقول لابوه ايه وابوه هيقول له ايه. استنوني لحظات وارجع لكم. المهم الولد راح لابوه وحكى له كل الحكايه. ابوه فرح بيه واتبسط، بس قال له ايه؟ انت غلطان، انت دوبت الشبشب. قال له لا يا ابويا، ده الشبشب اللي انا لابسه شبشب الضيف. طلع الضيف وقال له ايه الحكايه؟ وفين شبشبي؟ انت رحت بيه؟ قال له ايه رحت بيه يا عمو. طب جبت اللحمه؟ قال له حكى له كل الحكايه وانا ما رضيتش اشتري يا عمو. بعدين قال له الراجل صحيح ما شابه اباه فما ظلم. لو عجبتكم القناه والمثل اشتركوا في القناه، اعملوا لايكات وتفعلوا الجرس. استنوني في مثل جديد قصه جديده. سلام.